نستقبل الملا حميد التميمي بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عظيما عظيما. يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى المنون تمهلوا، من للمدينة بعدكم إن ترحلوا. هذه الديار غدت تسح دموعها وتجر آهات الوداع، وتسألوا أترى يعود بنا الزمان ونلتقي. هذا حال العليل أترى يعود بنا الزمان يا ويلي ونلتقي، أم إنه السفر البعيد الأطول. يا راحلين أرى النيام قد تسمرت في أرضها، أفعل درت ما يحصل. ضعنت يضللها الكفيل، ضعنت يضللها الكفيل براية الكون تحت جناحها يتظلل. في عينه اليسرى تسير محامل، ويسير في اليمنى لزينب معمل. في عينه اليسرى أبو فاضل يا أبو فاضل، ويل عليك يا كفيل زينب. في عينه اليسرى ما تسير محامل، ويسير في اليمنى لزينب محمل. إن مال القلب عن خفقانه، فدنا على عجل إليه يعدل. يا راحلين أنا العليلة فاطمة، أظل وحدي من تراه يعلل. خلوا الرضيع هنا فقلبي يلتضي ويلا شوقا، وهذه الروح لا تتحمل. خلوا رقية يا رقية، خلوا رقية كي تسليني. إذا أمسيت في ليل الأسى أتململ. ومضوا وجاء لها الغراب بنعيهم، يا فاطم جل البلاء المنزل. صار قالت له شنو صار يا غراب؟ قال ذبح الرضيع، ذبح الرضيع وقد تركت رقية. ايش بيها صار بيها؟ ايش صار بيها رقية؟ تقول له سولف غراب. ذبح الرضيع وقد تركت رقية، في كربلاء على الجمار تحرول. والردس يتبعها ليسلب قرطها، فتلفتت ماذا عساها تفعل. وأدور عليك بويا يا بويا، أدور عليك كل صبح ومسية. قالوا مو بعيد وإلك جاي يا بويا،
رحت وصيت لو ما وصيت بيه، وقلت بنيت ما تحمل خطيه. شنو حال العليلة؟ قالت من شفت ابوي لمخواتي انا رحت البس عباتي. حسبا الله أكبر، تقول حسبت إنه أروح وياهم، حسبت وياهم حياتي وباقي الضغن كله منياتي. أنا لميت كل هدوم كلين وبدموع عيننا قعدن، وبكوار ثوب جمعتهن وقوى علي من شلتهن، ويا مناقة اختي وصلتهن ولو ما علينا صعدتهن. الله أكبر، صاحت عليهم يا الماخذين اخت رقية كما خذيتون خطيه. بويا الفاقد حسرتك المسية أو شي صير به المغربية. ويلا هذا وقت الغروب يصير حزن، مو خاصة الإنسان اللي مضيع العزيز وغالي يا صاحب الزمان. قالت تمنيت اليموت يعود مثل الطارج على الدار، ما لازم سنة وسنتين مبارك لو يمر خطار. آية المشى بغير وداع ويلي يا أبويا، اللي يفارق لعزيز عليه يظل داير سنة بطرواه، ويتذكر احنا من كان يقعد كل وقت وياه. أبويا يا أبويا. العليلة يقول لما خرج ضعن الحسين وصار الليل يقول تجي يم الباب تقول له أيس يا قلب الباب سده، أيس يا قلب الباب سده، ضعن الأهل ما لا ما شرده. بويا مطول يتشنى وموش مدة شدة فرقة الخوان شدة. الله هنيئا هنيئا إن شاء الله، هنيئا لهاي الدموع والعبرات. بالليل بليلة المشى وبعدها باكر يمشون، تقول أنا قعدت ويا خواتي أسولف وياهم وتذكرت ليلة البارحة شلون كان مر. يا الله البارحة ويا البنات، البارحة ذيج تدعي وهاي تقرأ الفاتحة، صبحت بس أنا شو ما رايحة عنك الهين رايحة. اسمع وين بويا الليلة بات، وين يقول هي ام البنين، يقول هي ام البنين يسولفن. الله يرحم سيد جاسم، شالوا عزاز الروح ويشالوا عزاز الروح
واهل المحنة والمشى وراح بعيد ما يرجع. يا أم البنين تجي للدار العليلة، هلي يا دار يا دار ما يبطون نيتهم، هلي يا دار ما يبطون نيتهم، ولا يبطون ما عافوا بنيتهم. يا ويلي فيتهم كبير اش كبر فيتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجورنا وأجوركم، ونحن في هذه الأيام نستقبل شهر الأحزان، هذا الشهر العظيم، شهر محرم الحرام الذي كان له وقع في قلوب آل محمد صلوات الله عليهم قبل أن يكون له الوقع في قلوب شيعتهم ومحبيهم. وقد أثبت ذلك وبين ذلك الإمام المعصوم سلام الله عليه. قال إمامنا الصادق عليه السلام: إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين بين السماء والأرض وهو ملطخ بالدم. يجي واحد أقرأ لك المقدمة قبل لا أقرأ على مسامعك حديث الإمام الرضا بالنص. يجي واحد للإمام الصادق يقول له: مولاي، عادة الميت من يموت يسووا له العزاء، مو اكو واحد يوم من الايام يا اهلي الان قاعد وما سووا عزاء قبل الا الحسين عليه السلام. 10 أيام قبل لا يستشهد الحسين عزاء وبكاء. قال له: ليش هاي الميزة؟ قال له: إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين بين السماء والأرض وهو ملطخ بالدم فنراه وشيعتنا بعين البصيرة. قال له: بس يهل المحرم الملائكة أنتم شايفين، أنتم حاليا من يصير يوم 1 محرم يصير الجو حزن وكآبة. ليش القضية؟ مو بالكيف، لا، القضية هي قضية إلهية، قضية السيد الشهداء صلوات الله عليه. طبعا هاي رسالة أريد أوجهها من خلال هذا المجلس اللي كثيرا ما يشكلون وما يتكلمون عمن يبكي على الحسين. هذا الشهر هو شهر البكاء، لنقل لهم إن هذا الشهر هو شهر عبادة. هو هذا الشهر شنو؟ شهر عبادة. البكاء في هذا الشهر هو شنو؟ هو عبادة بحد ذاته. يا ابن شبيب بكيت على الحسين غفر الله. هسه راح أقرأ لك الحديث. يعني الإنسان شو كنت تغفر ذنوبه؟ بمن؟ بأجواء، بأجواء اللي يدق ويرقص له، بأجواء اللي يتعبد لله. مو يوم اللي يروح للمسجد، يوم اللي يروح لأماكن عبادية، يوم اللي يقضي حاجة مؤمن، يوم اللي يبر والديه، يوم اللي يساعد أخوه، يوم اللي يقدم فرد معونه، يوم ذني الأجواء العبادية. الله شو يسوي بهن؟ ذني يغفر بهن الذنوب. البكاء على الحسين وأيام المحرم هي أيام المغفرة. وشلون مغفرة؟ أقرأ لك إياها وبالنص. قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه لابن شبيب، للريان ابن شبيب: يا ابن شبيب. اسمعون الناس لأن أكو به فقرات كنا نوقف يمهن ونسمعهن إن شاء الله. يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. جاهلية ما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحرمون بهذا الشهر القتال. ويجون اللي محسوبين على الإسلام واللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله ويقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه. احنا لازم يجي واحد وقال لك: يابا إنه أنت يا فلان أنت ليش تتكلم بهذا النفس وبهذا الكلام؟ لازم تبين جهة القوم وعمل القوم بالجهة الأخرى. ما تريد إنه
أنه تبرئهم من أفعالهم الشنيعة، مثل ما عندنا بعض المحسوبين على مذهب التشيع ممن برأوا عمر عليه اللعنة والعذاب، وبرأوا فلان وفلان من دم الزهراء وضلع الزهراء. صح لو لا؟ احنا ما نريد نبرئ ساحة القوم من دم الحسين سلام الله عليه، وإلا إمام معصوم صاحب الزمان روحي له الفداء يبكي صباحا. عليه من يبكي صباحا؟ يبكي على الحسين ومصيبة الحسين. يريد يوصل لنا الرسالة العظيمة، يقول لا تتوقفوا عن إظهار هذه المظلومية، ألا وهي مظلومية سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا الشهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها. لقد قتلوا، الإمام يقول لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. المعصوم يدعى عليهم، ويجي واحد يشكل علي أنه أنا المعصوم يدعو عليهم. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. اليوم أنت تمر عليك نائب، كل احنا مرت علينا آباء ماتت، أمهات، أخوان، لكن يجي الإمام الرضا شو يقول؟ يقول إيش قد عندك عزيز؟ أمك، أبوك، أخوك عزيز، إيش قد عندك؟ بس إذا صار هذا العزيز ابكي عليه من؟ على الحسين. وإحنا اليوم مع الأسف صارت عندنا منابر، خاصة الفواتح، يصعد على المنبر ويقول فلان ويقول علاوي ويقول حسين. هاي ما تمت إلى الدين بالصلة، ما تمت، يعني ما توصل للدين. مو وين اكو وين دين بالقضيه. يعني قبل لا يروح يقرا ياخذ اسماء اولاد الميت، تعطونا اسماء، شو تريد تسوي لهم؟ مثل معامله، اعطونا اسمه فلان، حتى شنو؟ حتى يصيح باسمائهم. هذا الميت شنو كان شغله، شنو كان عمله، شنو حتى شو يسوي؟ حتى يصفطهن بالقرايه وبالنوه، هن شنو كلمات بس تترتبن. بعد كلمات، والله أنا ذاك اليوم أسمع واحد ينعى والناس تدق وتبكي، هدومك بعد ياها اللي يكويهن هدوم، يعني والله أنا من وراء الشاشة مال الموبايل استحيت. الإمام يقول إذا أمك ميتة عوف أمك ابكي على الحسين. شنو فلان، شنو علان، أنا حتى يرضى عني فلان، هو إذا رضى فلان هسه رضى ولا ما رضى، هو يسوى له فرد شيء؟ أنت رضى إمامك صاحب الزمان، أنت تعال للمجلس لا تدور رضا حميد ورضا فلان ورضا علان، أنتم خدم الحسين حتى صاحب الزمان يرضى عليكم، حتى الله يرضى عليكم. يا ابن شبيب كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي عليهم، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 ما لهم في الأرض شبيه. ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره وشعارهم يعلى ثارات الحسين. ملائكة يبكون عند قبر الحسين صباحا ومساء، شعث غبر يبكون على الحسين، ويتمنون أن يكونوا من أنصار من أنصار الحسين ومن أنصار صاحب الزمان لإظهار هذه يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه إنه لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمرا. هذا الإمام المعصوم ينقل لك. يا ابن شبيب بكيت على الحسين حتى تصير دموعك، اسمع هنا هاي الجزئية اللي ردوقف يمها، حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب. هاي كل خل جواها خط، غفر الله لك شنو؟ كل شد الهاي، هاي تدل على الشمول، يعني أي ذنب أنت ذنبه، أي عمل مسويه، هسه تقول ذنب صغير كبير، يجي الإمام يعرف كل ذنب أذنب صغيرا كان
كبيرا قليلا كان أو كثيرا. بمن هذا؟ بمن؟ بالبكاء على الحسين. هاي عبادة لو مو عبادة؟ بل وأعظم العبادات. تصلي مرات مستحبات ومرات تصلي كذا وانت حاير بين خوف ورجاء، بس تجي يوم سيد الشهداء القلب مطمئن انه هاي الدمعة راح توصلك، راح تاخذك الى بر الامان. كل ذنب اذنبته، شكو ذنب انت مسويه، يقول لك الامام يقول الإمام إنه الله يغفر هذه الذنوب. يا ابن شبيب سرك أن تلقى الله ولا 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 ذنب عليك فزر الحسين. يعني يريد يقول لك بين قوسين ترى القضية ما أبو عبد الله، تمسك بالحسين أنت راح تحصل الفوز والنجاة. يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع رسول الله فالعن قتلة الحسين. شو وقت تلعنهم قتلة الحسين؟ مع احترامي أنتم خدام الحسين، تلعنهم وين؟ بالقهوة؟ لو بمجلس الحسين تلعنهم بحالات اللي أنت شنو؟ بحالات اللي أنت عايش اللوعة، بالحالات اللي انت عايش المصيبة عن قتلة الحسين. مو انت مثلا تضحك وبمكان ما بي رضا لله وتقول الله يلعن قتله، حتى يجوز ما يسمح رب العالمين. رب العالمين يدي يشوفك بيج مكانات. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد. حبيب، زهير، برير، جون، تريد أجرهم؟ شو تسوي؟ فقل متى ما ذكرته يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا. هاي وين تقولها؟ بيا مكان تقولها بمجلس الحسين، ما تقولها بغير مكان. شوفوا الإمام يريد يجيبك للطريق، يقول لك تعال يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا. هسه قال لك ذنبك ينغفر، ما يخلي عليك كل شيء، يخليك بالغرف المبنية، يخليك يعطيك أجر. يقول لك لا لا هسه نجيبك ويانا، تعالوا ويانا ويا آل محمد. طبعا الجنة طبقات وأنواع كما يعبرون. نعم أكو جنان وفرح وسرور وأكل وما تريد وما ترغب، ولكن هاي الجنان إذا ما بها آل محمد هم ما بها طعم. أنت اسعى إلمن؟ اسعى للجنان اللي يوميا تشوف الحسين سلام الله عليه، كن يوميا تشوف أبو عبد الله بهاي الجنة وتكون رفيقه وتكون وياه وتكون بخدمته. يجي الإمام الرضا يختم الحديث شي يقول؟ يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. هذا وين موجود؟ ببحار الأنوار للعلامة المجلسي، جزء 44 صفحة 285. اللي يريد يروح يتأكد ويريد يروح يقرأ يروح يلقى هذا الحديث بالتفصيل. وأيضا تلقى العلامة المجلسي يشرح ويبين ما يدور في داخل هذا الحديث المبارك. احنا هذا الكلام اختاريته لأنه احنا مقبلين على شهر شنو؟ شهر محرم الحرام، شهر الحزن والبكاء. كون نخلينا نصيب من عملنا من شغلنا، كون نفرغ أنفسنا للمجالس، كون ما نتململ، لأن ما تدري الآن أنت موجود السنة الأخرى ما ياهل يعرف، ياهل عنده علم إنه الإنسان يبقى عايش، باكر ياهل عنده علم يبقى عايش. خلي ننوي النية العظيمة أنه نتوجه إلى الله بخدمة الحسين، نعلنها نقول له يا صاحب الزمان السنة نريد نشد وياك حزام، أصدقائك ربعك اللي لربما في غفلة عن الحسين عن خدمة الحسين، قل لهم تعالوا لا تعوفون الحسين. والله اللي يعوف الحسين خسران دنيا وآخرة، والله الربح والفوز بالحسين. على قول أحد العلماء يقول والله وبالله وتالله قسم يستوجب الكفار لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا الحسين عليه السلام. كل شيء ما يفيد أبدا. يا ما ناس ويا ما ناس ويا ما عالم راحت. على قولة أحد العلماء حينما يراه
عالم توفي مرجع ويراه أحد العلماء في عالم الرؤيا. قال له شنو؟ قال له أول ما طبيت للقبر قالوا ماذا قدمت لحياتك، سويت؟ ولا يسألونك أنت ابن فلان وأبوي فلان وشيخ فلان وأنا من العشيرة الفلانية، لا، هي أصلا ما يسألون. تعال إيش عندك من أعمال، إيش عندك بصحيفتك، شو مخلي. فلذلك هاي رسالة من خادمكم، أريد نقول إن احنا جانا شهر المحرم، أن تصيروا دعاة للقضية. إن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حشم ربعك، روح ساعد الناس بخدمة الحسين، بالمواكب، بالعمل، بالخدمة. لا تبقى إنه مكتوف اليد والله أنا متكفي بأبو علي بعلاوي بفلان، لا، كلكم صيروا دعاة. لربما عمل بسيط الإمام المعصوم يباوع لك ويشوفك ويقدم لك أجر وثواب في تلك الساعة. الدمع على الحسين ما لها قيمة وكل شيء ما يقيمها. حديث كامل، رواية اسمها رواية الدرة. أتمنى كون ترجعون للبيت وتشوفون هاي الرواية العظيمة، تطبون على الجوجل وتقولون شنو رواية الدرة عن الإمام الصادق. الإنسان باكر من يموت رب العالمين يقول له إلك درة يمي. شنو هاي الدرة؟ يقول له هاي الدرة هي الدمع على الحسين. خلي يقيمونها إليك، يا اللي يقيمها يروح لآدم، آدم يقول له أنا ما أقيمها، اللي يقيمها صاحبها. هاي دمعة الصادق ينقلها، مو أنا أجيبها من يمي. يقول له روح إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله شو يقول؟ أنا لا أقيمها، من يقيمها هو يهو صاحبها، ألا وهو الحسين عليه السلام. الحسين يقيم هاي الدرة. شنو هاي الدرة؟ اللي هي الدمع على مجالسه وعلى مصيبته. هاي الدمعة اللي تجريها فاطمة سلام الله، اللي هي تقول أدور بالمجالس مثل المضيعة بالجنزات ناعي على الولد. نقلكم عظيمة المجالس، فاطمة تدور، أدور يما يا يما، أنا أدور بالمجالس مثل المضيعة بل صوت نامع على الولد ينعى أنا الوالدة يحزن يا ابني. اي والله هي شريت هالحنة والونة على الحسين، هاي الونة الأصيلة يا ابني يا يما ورأيت ذباك ذبحني ساعدني على ابني يما ساعدني على ابني يا تحبني. زينب يقول بذاك اليوم، يوم اللي رجع، يقول الحسين خرج ودعها الوداع الأخيرة وطلع أبو عبد الله. قال لها زينب ما أريد تطلعين من الخيمة، احفظي لي العيال والأولاد. ذهب الحسين يقول سرعان ما رجع الجواد محمحنا، يقول محمحما، يقول زينب قالت اجى الحسين يا الله. زينب يا علي زينب الخيل من وصلت حدا، طلعت يا علي تنخاك وتحشمك يا الله. زينب يا علي زينب من قوضت ولياها، طلعت والمهر عار يا حيدر تلقى الله. صاح الطاح اخوي حسين صاح المهر وياه، يا زينب طاح باليمه، يا زينب سابح بدمه، يا زينب خل نصل يمه وناخذ ماي ويانا، جبت العطش ما رده الله.
زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضة يا مهر حسين روح وياك خاضع زين ما يرضى ومن اطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة اخاف ان يا المهر يزعل خي حسين ما يقبل رايح اوجب على التل وامده وين اخوي حسين بل كان يسمع الندى. الله ابيات الدعاء قال وتقربت لي يا زبادي وين وتقربت لي لو لقيت الولد وزد يديه ولقيت 1900 جرح بيه حرت يا جرح شده وياها خلي قال لي زينب كل جرح بعضا يعوفه بس جرح اللي بقلب عينك. الله الله ترى هالبيت حتى يشارك وياكم ولا كرار انا سمحوا لي شوي عند التزام اقرا هالبيت هذا. يقول هنا زينب التفتت على خيها بالليل طلعت له بالليل زينب ما طلعت بالنهار قال له شلون عرفت خيك تقول له الحمد لله يا خويا من لقيتك خويا ولو ما ريحت امك عجزت